شهر رمضان بيحب دايما الحلويات. هنعمل احلى صينية زي ما انتوا شايفينها كده، خطيرة. شايفين معايا؟ هنقطع قطعة كده ونبص على شكلها من جوه. آه، الصنف ده صنف من الحلويات الشرقية الجميلة جدا. هنعملها بطريقة سهلة بمكونات بسيطة ومش مكلفة قوي. شايفين القطعة متماسكة ازاي ولونها جميل جدا. هقولك على كل التفاصيل ازاي تطلعي اللون الرائع ده وازاي تبقى متماسكة كده. اهلا بيكم حبايبي، معاكم داليا وقناه بيتو بيتو تشانل، منورين القناه. النهارده هنعمل وصفه من الحلويات الشرقيه. زي ما انتم شايفين كده، معايا كوبايه مكرونه ومعايا حله. اي نوع مكرونه ممكن تستخدميه. انا استخدمت المكرونه الريشه اللي كانت متاحه عندي. هنحط كوبايه المكرونه وهضيف عليها الميه اللي هخليها تقعد تتسلق فيها. بس مش هضيف ولا ملح ولا هضيف زيت، هسيبها في الميه وبس على البوتاجاز. هحط 3 كوبايات ميه مبدئيا، ولو احتاجت اثناء التسويه كوبايه كمان هحط. انا اهم حاجه عندي تشرب الميه وتستوي كويس قوي لحد ما تتهري خالص وتعجن. تمام، يلا بينا نسويها. وده كان شكلها بعد ما استوت زي ما انتم شايفين كده. خلاص مش مستحمله وكسرت وخلاص الميه نقصت خالص خالص. هبتدي ايه بقى؟ عندك حل من الاتنين، لا اما تسيبيها تبرد تماما وتقومي ضرباها في الخلاط مع شويه لبن، لا اما همسك الهاند بلندر واقوم ضرباها وهي سخنه. انا هستخدم الهاند بلندر وهضرب فيها كده شويه زي ما انتم شايفين، وبعد كده هضيف اللبن بتاعي. معايا كده ادي اللبن. معايا حوالي لتر لبن، وهبتدي ان انا انزل شوية من اللبن عليها. اوكي، اللبن ده بارد. هنزل بقى شوية وهكمل برضو ضرب تاني عشان لسه عاوزة تتضرب كمان شوية. مش شرط تنعميها قوي، يعني حتى لو هتخلي فيها قطع صغيرة دي مش هتبان في الاكل، بس ايه على قد ما تقدري تضربيها. تمام كده. الوصفة دي طبعا من الحلويات الشرقية، اسمها العزيزية. دي دايما بتلاقوها في الأطباق المشكلة. لو حد بيجيب بقى أطباق شرقي مشكل بتبقى مع الكنافة والبسبوسة والجلاش والبقلاوة، وبتتباع طبعا لوحديها لو انت حابة تشتري لوحديها. من الحاجات الجميلة جدا، ما بيبانش خالص طعم المكرونة نهائي فيها. مش هتحسي بطعمها خالص. طبعا ممكن تستخدمي اي نوع مكرونه، يعني هي مشهوره قوي بيستخدموها في بالمكرونه الاسباجيتي. لكن لو عندك مكرونه ريشه زي اللي انا استخدمتها، مكرونه مقصوصه، اي نوع، صدف، ودع، اي حاجه اللي انت عاوزاها. انا معايا هنا معايا كوبايه الا ربع، حطيت على بقيه اللبن اللي انا خدت منه جزء منه على المكرونه. حطيت بقى الباقي كده. حطيت كوبايه الا ربع سكر خشن عادي، وهحط كمان بقية المكونات اللي عليه. ومعايا معلقتين كبار هرميين نشا. هقول المعلومة تاني، اللبن بارد يا جماعة، كل ده أنا شغالة على البارد. تمام، يبقى حطيت كوباية إلا ربع سكر ومعلقتين كبار نشا، وكمان هحط معلقتين كبار من جوز الهند. ده اختياري، حابة تحطيها اوكي، مش حابة مفيش مشكلة. هقلب كده المكونات عشان ادوب النشا. ما ينفعش النشا يتدوب في ميه سخنه او لبن سخن خالص، عشان هيكلكع منك وهيكتل ومش هيدوب. حطيت كمان معلقتين من الكريم شانتيه البودر الخام، ودي برضو حاجه اختياري بتعزز بس الطعم. ممكن تستغني عنها هي والجوز الهند لو انت مش حباها او لو مش متاحه عندك. هقلب بقى المكونات بتاعتي كده. تمام، اوكي. وبعد كده هو لحد مثلا حوالي ايه 50% السكر كده يدوب، وبعد كده هنزل بالمكونات بتاعتي دي كلها على المكرونة اللي احنا ضربناها بالهاند بلندر او بالخلاط. تمام، وهديها تقليبة وهنروح بيها على البوتاجاز ونشوف هنعمل الخطوة اللي بعد كده ازاي. خليكم معايا، الفيديو مش طويل ولا اي حاجة، ولكن الوصفة دي بالذات محتاجة تركزي قوي في المراحل او في الخطوات عشان النتيجة تبقى مظبوطة معاكي. تمام،
على البوتاجاز بقى هشغل البوتاجاز وايدي في قلب الحله، مش هسيبها، هفضل اقلب فيها لحد ما تتقل شويه. انا نزلت كمان معاها معلقه سمنه بلدي، او ممكن تستخدمي اي نوع سمنه او زبده، بتديها لمعه وبتديها كمان تيست حلو. تمام، وهبتدي اقلب، هفضل اقلب لحد ما ما التقل بتاع الخليط يتقل معايا، لان انا حاطه نشا، فانا محتاجاها تبقى عامله زي المهلبيه بس مش تقيله قوي. اوكي، بصوا اهي ابتدى انا جريت طبعا وقصقصت من الفيديو، ابتدى يتقل. هبتدي اخر حاجه بقى هطفي البوتاجاز لحد ما ما دام هو تقل معايا القوام بقى حلو، هطفي البوتاجاز واحط باكيتين من الفانيليا. تمام، وهديها تقليبه خلاص كده، وهنزل بقى بيها على صينيه. ممكن تدهني الصينيه سمنه بالفرشه كده، حاجه بسيطه، وتقومي نازله بالخليط كله وتسويه كده. الخليط بيبقى سهل قوي ان انت تسويه، طبعا لازم يبقى وهو سخن، ما ينفعش تسيبيه يبرد عشان ما يتكتلش معاكي. فانا سويتها كده وهزيت الصينيه لحد ما كله بقى متساوي. تمام كده، هعمل ايه؟ هسيبها مدة طويلة لحد ما تبرد نهائي وتتماسك. انا سبتها اهو، بصي سيبيها ساعة 2 براحتك. اهم حاجة تحطي ايدك كده تلاقي الطبقة كلها متماسكة ومش بتلزق في ايديكي ولا بتطلع اي حاجة في ايديكي، كلها شدت كده وبقت عاملة زي طبقة قشر عازلة على الوش، مش طرية ولا بتلزق ولا بتطلع في ايديكي. هجيب بقى شوية وش اللبن القشطة، لو متاح عندك، ده وش اللبن اللي انا كنت مستعملاه هنا في الوصفه. وهبتدي بالفرشه كده ادهن على الوش. شايفين هي ما بتتلخبطش ولا اي حاجه، لان هي طبقه ملساء خالص. ممكن تستغني عن القشطه وتحطي شويه سمنه متسيحه او زبده، وممكن تحطي مع القشطه معلقه عسل نحل ابيض، برضو بتدي لون وتست حلو. بوزع كده القشطه بتاعتي بالفرشه بالراحه كده، وبعد كده بروح بيها على الفرن. بحطها تحت الشوايه فقط، الخليط كله مستوي، وبحط تحت الشوايه زي ما انتم شايفين كده. بتابعها تحت الشوايه واقعد الف الصينيه لحد ما كل الصينيه تاخد لون موحد زي ما انتم شايفين كده. سبتها تبرد تماما تماما تماما، على قد ما تقدري تسيبيها عشان تقدري تطلعي القطعه متماسكه ومظبوطه. لو انت بتحبيها تبقى دافيه اوكي، مفيش مشكله، كليها دافيه، لكن هي الافضل بتبقى متماسكه لما بتبرد خالص. انا قطعتها كده وهنشوف مع بعض القوام من جوه زي ما وريته لكم اول الفيديو. هنشوفه بقى هنا عن قرب وندوق مع بعض. الوصفه سهله جدا وبسيطه، ومكوناتها موجوده في كل بيت. يعني بكوبايه مكرونه واحده بس عملنا الصينيه الكبيره اللي بالحجم دي. ممكن طبعا تصغري الصينيه شويه وتبقى القطعه عاليه اكتر من كده براحتك، بس انا شايفه ان سمكها كان مظبوط وحلو قوي. شايفين القطعه متماسكه وجميله جدا ولونها كله حلو وموحد. ندوق مع بعض كده. شايفين خطيره، سكرها مظبوط. طبعا احنا حطينا كوبايه الا ربع سكر، ممكن تحطي كوبايه لو انت بتحبيها مسكره عن كده. هو بصراحه هي كانت كده مظبوطه. عاوزه تقللي، عامله دايت او حابه تحطي السكر يبقى اقل من كده، ممكن تحطي نص كوبايه اوكي. بس التزمي بطريقه سلق المكرونه لحد ما تتهري خالص، وبكل المكونات والخطوات. واتمنى الوصفه تكون عجبتكم.